الجن ده لو في إنسان مدله الزئبق بمواصفات معينة، ماسك الإنسان الزئبق ومداه للشيخ الكبير الهرم من الجن، والشيخ الكبير ده مسكه قبل ما الإنسان يفكه، مسكه ذاك وشربه بيرجع بيكون شاب بيرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزئبق الأحمر مادة من أكتر المواد اللي الناس اتكلمت عنها في الحياة، لأن تم الترويج ليه على إنه بيعمل كل حاجة، إنه بيستخدم في تصنيع الأسلحة النووية ده أولا، والإشاعة دي تم إطلاقها أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، وكمان طبعا بيجيب فلوس وهو ده المهم، واللي بياخد لحسة منه ما ياكلش، لأن اللي بياخد منه لحسة بيبقى مخلد. طب هل فعلا الشيء ده موجود؟ وأنا كإنسانة رخمة هقولك، بس استنى عليا شويه. اهلا بيكم، انا نور عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. اتمنى لو استفدتوا اي معلومه من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. المنتشر عن الزئبق الاحمر انه بيسخر ملوك الجن وبيخليهم يعملوا اللي الانسان عايزه، وبيفك الرصد عن المقابر الاثريه اللي عاوزين يسرقوها، وبيشفي المرضى وبيكشف عن اماكن الكنوز، وبيرجع الشباب وبيطول العمر. السحره والمشعوذين بيقولوا ان الزئبق ده هو اكل الجن المفضل، وان هو بيخلي الجن يعيش اعمار طويله جدا. طب ليه الجن بيحتاج السحره عشان يجيبوا له الزئبق؟ اقول لك يا سيدي، لان من ضمن المنتشر ان الفراعنه كانوا عارفين ان الجن حرامي زئبق، فكانوا بيعملوا رصد على البلحه اللي بيحطوها في رقبه الموميا قبل ما يحنطوها، والبلحه دي هي اللي بيقولوا ان فيها الزئبق، وكانوا بيعملوا كده عشان الجن ما يقربش منها. والرصد والطلاسم دي كان اسمها سموم الجان، يعني الجن لو قرب منها يموت، فالجن بيحتاج وسيط انساني عشان يفك له الرصد والطلاسم دي، وياخد الزئبق اللي في البلحه دي ويشربه ويبقى مخلد. طب انا بقى يا عم الجني لو جبت لك الزئبق زي ما انت طلبت يعني، وانت ما لقيتش كنز تجيبهولي، هتعمل ايه؟ اي حاجه يا كبير، هسرق لك بنك، يا رب حتى البنك المركزي، وعندنا ما دفعنا الاقساط ولا ديون ولا نيله، كده كده كان حد غيري هيسرقه، فانت اولى. الساحر السوداني التائب حامد ادم بيقول عن قصته مع ملك من ملوك الجن اسمه سهسوبي، بيقول ان ده مش كذب وحقيقه، وبيحكي قصه حصلت له لما كان بيشتغل في السحر قبل ما يتوب يعني. بيقول وانا شغال ايام السحر جالي واحد ومعاه نقطتين كده من الزئبق الاحمر، وطلب مني ان انا اديهم للجن مقابل ان انا اجيب له ملايين الدولارات، وفعلا حامد اداهم لسهسوبي اللي هو ملك من ملوك الجن على حد كلام حامد، لان انا لما بحثت وجدت ان اسم سهسوبي اسم من اسماء الله في الصوفيه التيجانيه. ونرجع بقى لكلام حامد. حامد قال ان الجن اللي اداله الزئبق ده اللي هو سهسوبي طلع شهم ووفى بوعده وجاب له دولارات. فحامد سأل سهسوبي قال له انت جبت الدولارات دي منين؟ قال له جبتهم لك من بنك في كندا. طب والناس اللي بتحب تنصب بقى وتبيع لك اي حاجه وتقول لك انها زئبق بتقول ايه؟ الشائع انهم بيعملوا اختبارات. اول حاجه بيقول لك انه لازم يبقى نقي بدرجه اكتر من 75%، ولازم يعدي بكذا اختبار، منها انك لما تقرب منه التوم هو يبعد. طب ما هو عنده حق، ولو قربته من الذهب هيقرب، حد يقول للذهب لا يعني. اختبار الظل بقى هو اللي كان يمسك زئبق اصلي ظله يختفي زي ما في الفيديو كده، ركزوا في ظل الراجل والولد، وكمان لو حطيت الزئبق قدام مرايه مش هيبان زي ما في الفيديو برضه. الاشاعات اللي طلعت على الزئبق دي كترت جدا من حوارات سرقه الاثار المصريه، وكنت كتير تلاقي راس موميا مقطوعه، لان اللي بيسرق عاوز منها الزئبق الاحمر اللي هو فاكر انه موجود في الخرطوشه اللي شبه البلحه في رقبتها. سنه 1938 عالم الاثار المصري زكي سعد اكتشف مقبره امون تفنخ. لما فتحوا مقبره امون لقوا تحت الموميا بتاعته ازازه صغيره فيها سائل بني محمر، والسائل البني المحمر ده هو اللي خلى كل الناس تدور عليه، وخربوا مقابر كتير جدا بسببه. وسنة 1968 في صحفي انجليزي نشر تقرير عن الروس كان مكتوب فيه ان المعهد الروسي للبحوث النووية اللي في دبنة اكتشفوا مادة كثافتها بتوصل لاكتر من 23 جرام في السنتيمتر المكعب، ودي هيتم استخدامها في الاسلحة النووية بدل اليورانيوم. وقتها الناس في اوروبا خدوا بالهم ان التقرير ده بيتكلم على المادة اللي لقوها تحت الموميا بتاع
بتاعه امون تف نخت في مصر. ساعتها الروس كانوا طلبوا من عبد الناصر انهم يحللوا الماده دي، ومن هنا طلع اسم الزئبق الاحمر. وقتها تحليل الروس اثبت ان الماده مش زئبق، بس دي مواد باقيه من عمليه التحنيط، وروسيا رجعت الازازه تاني لمتحف الاقصر، والازازه دي بقى هي اللي خلت كل الناس تحاول تسرق المتحف. ساعتها زي حواس خرج وقال مفيش حاجه اسمها زئبق، بس مع الوقت ثبت ان كلامه مش دقيق بنسبه 100%. نسكت بقى ونهبل؟ ابدا، هنروح بقى ندور في الكهوف بتاعه الخفافيش. الخفاش ده بيمص الدم يعني زي الفامباير وعنده خلود، والاشاعه دي بقى ما سلمتش منها الخفافيش، وبدات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تبيع العيش بتاع الخفاش. ومش اي عيش، ده لازم يكون ليه مواصفات معينه. اولا لازم يكون بيضاوي على شكل البلحه اللي في رقبه المومي، وثانيا يكون في بيض طيني قديم، وثالثا ما تكونش انت اللي عامله، يكون هو معمول منه لنفسه وانت مرزق ولقيته. وتجيب بقى كاميرا وتصور الخفافيش فيديو، وتجيب معاك راس توم وتقربها من كهف الخفاش، والكهف لازم يتحرك. طب لو فضل ثابت لا، تبقى انت هتجوز. وعندنا بقى اشاعه ان في زئبق في الراديوهات والساعات القديمه بالذات السويسري، والاشاعه اللي بعد كده كانت في التلفزيونات القديمه، قالوا ان التلفزيون القديم ابو بكره ده في زئبق احمر. وانتشرت برضو اشاعه ان مكن الخياطه بتاع سنجر في زئبق احمر، وحطوا شروط محدده. اولا لازم تكون المكنه سنجر، وثانيا صناعه الماني، ويكون عدى عليها اكتر من 100 سنه، ويكون عليها اي رقم من الثلاثه دول، يا 28 يا 22 يا 31، لان دي الموديلات اللي فيها زئبق. وعشان بقى نتاكد ان المكنه دي حقيقي مش هاكس، هنجيب خاتم دهب ونقربه من المكوك، لو اتشد يبقى فيها، لو ما اتشدش يبقى المكنه ما تلزمنيش. وتجيب تليفونك وتقربه من المكنه، لو قطع الشبكه يبقى فيه زئبق، وما قطعش يبقى ما فيش. في صحيفه روسيه نشرت تقرير سنه 1993 بتقول فيه ان امريكا عندها زئبق احمر وهتعمل بيه رؤوس نوويه موجهه ذاتيه. الكلام ده كان قاله الفيزيائي صامويل كوهين في الثمانينات، وده اللي اخترع القنبله النيوترونيه. ساعتها صامويل كوهين قال ان احنا ممكن نستخدم الزئبق الاحمر في صنع القنابل الاندماجيه زي القنبله الهيدروجينيه، نستخدمه بقى كمفجر بدائي بدل الوقود الانشطاري زي اليورانيوم، لانه مش بيمر على الاجهزه والدول مش عامله عليه حظر ومحدش بيدور وراه. بس هو معقول يعني ناس بتفكر بطريقه علميه هتروح تلم مكن الخياطه والرضاوي من السوق؟ في الحقيقه الدول دي مش هتفكر كده، هم فعلا عندهم الزئبق الاحمر، بس الزئبق الاحمر ليه نوعين، نوع طبيعي ونوع صناعي. الطبيعي عباره عن مواد عضويه وانسجه بيلاقوها بنسب ضئيله جدا 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 في مناجم الذهب واثار البراكين، لكن لا تتعدى اوزان اللي بيلاقوه كام ملي جرام. الزئبق الاحمر الحقيقي مجرد ماده اتغير لونها بالاكسده، وده اللي خلانا نقول ان كلام زي حواس مش دقيق لما قال ان الزئبق مش موجود. وفي بقى الزئبق الاحمر الصناعي، وده اللي معمول صناعيا من الذهب بعد ما بيتعرض للاشعاع. وفي كمان نوع بيبقى عباره عن الزئبق الفضي وبيضيفوا له حجر الفلاسفه الاحمر بعد طحن. طب وموضوع انه بينفر من التوم، الزئبق اصلا معدن، لو حطيت مغناطيس بشكل مخفي وراه وحطيت التوم قدامه ومن الناحيه الثانيه قربت المغناطيس هيبعد عن التوم ويروح للمغناطيس، فهيبان في الفيديو انه بيبعد عن التوم. طب ازاي بقى بيختفي قدام المرايه؟ اعتقد في وقتنا ده ووقت الخرومه الخضراء والحاجات اللي احنا عارفين انها ممكن تختفي، سهل تخفي اي حاجه من قدام المرايه، وسهل ببرامج الفيديو تشيل النقطه الحمراء من المرايه، لان النقطه الحمراء اصلا محطوطه على ميه بتعوم. ركز انت بس تاني، انت عندك حاليا افلام ومسلسلات كامله مبنيه على الخداع البصري، اشهرهم جيم اوف ثرونز. يعني انت صدقت ان التنين موجود وبيطير وبيبخ نار؟ واختبار الظل بقى مونتاج بجوز جنيهات يعملوا احسن من كده. وبس كده خلص موضوعنا النهارده، واتمنى تكونوا استفدتوا منه، واتمنى تدعموني باشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم كده، والسلام عليكم ورحمه الله.